صلوا على النبي يا ولاد. هقول لكم حكايه انا فكرت فيها ونفسي فيها واتعرض عليا كتير. لا اعمل دعايه واعلان، اعمل دعايه لاي منتجات و... والناس، عشان الناس ترزق. في ناس مش عارفين اماكنهم فين، وفي بيعملوا عروض، وفي ناس بقى محتاجه العروض. فايه رايكم ادخل في المجال ده ولا بلاشه؟ في مشاكل انا عارفه، اكيد في كل مشروع فيه مشاكل، في حلو وفي الوحش، فاكيد في اضرار وفي حاجات يعني تبقى ايه كويسه منفعه. فانتوا تقولوا يعني ايه رايكم، واللي حابب اعمل له دعايه واعلان يتواصل معايا. فيعني ان شاء الله نبقى رازقين الكل، كله يرزق بما يرضي الله، ويعني ونجبر خواطر الناس الحلوه الجميله الروحه حلوه، الشباب لسه الايه اللي بيشتغل جديد. فاي حد عايز نتواصل معايا يعمل له دعايه يتواصل ان شاء الله معايا. فيعني فكره جديده ومجال جديد واحنا مع بعضينا، ربنا يرزقكم جميعا يا رب. فايه رايكم يا ولاد؟ فالموضوع الفكره ديت كويسه ولا ايه؟ ويلا ربنا يصلح الحال، ومستنياكم تتواصلوا معايا ونعمل اجمل دعايه واجمل المفاجآت. يا ربنا يرزق الجميع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قولوا لي ودلوني، ما تسيبونيش كده لوحدي، عشان انتوا اخواتي ولازم اقول لكم كل حاجه، وانتوا برضك بتشاركوني كل حاجه وانا بشارك كل حاجه. سلام يا حبايبي، مع الف سلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.